أهلا بكم. الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التعليم كان نزل إعلان على منصة أشطر. منصة أشطر دي ملك المدارس والدته. الإعلان مهين للمدرسين. No money no learn. هو السؤال حضرتك يا أستاذ عبد اللطيف، هو منصة أشطر مش بتاخد فلوس برضو؟ الإعلان ده لقى استياء كتير من شريحة كبيرة من المدرسين. ده موضوعنا الأول. كان موضوع الأستاذ محمد عبد اللطيف لأني مش هينفع أقول عليه دكتور. ده موضوعنا الأول اللي هو نزل إعلان أساء المدرسين، في حين إن منصة أشطر بتاخد فلوس برضه حوالي 400 جنيه. الموضوع كله موضوع فلوس. نيجي بقى لموضوع الفلوس، وده موضوعنا التاني. في قصة شعبية حضراتكم بنتناولها في صعيد مصر، بيقال قصة فلكلورية يعني، كما يقال بقول الأسطورة. كان الفقر معدي، الفقر كان ماشي، واحد بيسأله فبيقول له: رايح فين يا فقر؟ قال له: رايح عندي ناس عارفهم. قال له: دول ماتوا. قال له: قاعدة خلايفهم. ده حضراتكم حال كل المصريين. كنا زمان بيقولوا ان احنا نخرج من عنق الزجاجة، وعلى رأي سهير البابلي الله يرحمها لما قالت جابوا الفلة وقفلوا علينا. لكن الموضوع زاد حضراتكم عن حد. النهارده عمال مصر عاملين اضراب. ليه عاملين اضراب؟ هم غاويين يعملوا مشاكل؟ ابدا حضراتكم. الموضوع ببساطه انه دخله اللي بيتحصل عليه من عمله مش مكفي التزاماته الاساسيه. يعني اللي بياخد 4000 واللي بياخد 5000 واللي بياخد 6000 هتكفيه حضراتكم ازاي؟ بالعقل والمنطق اساسياته اصبحت محتاجه ضعف المبلغ ده على الاقل. لذلك عمال مصر حالهم الله يكون في عونهم وعون شعب مصر. شريحة كبيرة من أهلنا في مصر الحدث السائر هو ارتفاع الأسعار وإرهاق الأسر، وإن النهاردة دخلك مش مكفيك. يعني لو كان في 2 أصدقاء قاعدين حديثهم عن ارتفاع الأسعار، 3 أصدقاء قاعدين حديثهم عن الحالة الصعبة اللي بيعيشها الناس. تقشف وتقشفنا، ترشيد ورشدنا، الأكل واستغنينا عن وجبة واتنين. الأساسيات حضراتكم محتاجة مبلغ كبير، ومفيش حد حضراتكم بيتحصل على المبلغ ده. عشان كده حضراتني القصة الفلكلورية اللي احنا عايشين فيها من زمان، لكن كانت أيام زمان شوية، اللي جاي على قد اللي رايح. لكن دلوقتي اللي جاي مش قد حتى ربع اللي رايح. عشان كده لما سألوا الفقر وهو معدي: رايح فين يا فقر؟ قال له: رايح عندي ناس عارفهم. قالوا له: دول ماتوا. القعدة خلايفهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبعد الفقر عن خلايفنا، عن أهلنا، عن أجيالنا، عن المصريين اللي بصراحة تعبوا وجابوا آخرهم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.